السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. اول حاجة هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعي لأهلنا في فلسطين وغزة وسائر البلاد العربية، يا رب انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب انصرهم نصر عاجل وليس آجل. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب اشفي جرحاهم وارحم موتاهم. يا رب انصر أمة محمد أجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينجي يا رب أهلنا في الإمارات. طبعا الحالة اللي أنا شايفاها في الأخبار، وطبعا أصحابنا اللي موجودين هناك، طبعا قصة السيول اللي حاصلة هناك وكده بمرمطة لهم الدنيا جامد جدا. فعاوزة أقول ربنا يا رب ينجيهم، ربنا ينجيهم، ربنا يسترها على البلاد أجمعين يا رب. حبايبي واخواتي، هتكلم على ايه؟ هتكلم طبعا على اللي بيحصل عند نقة والمراوغات وشوية الألعاب اللي هي بتلعبها للناس، بتودينا يمين بتودينا شمال زي ما هي عاوزة اليومين دول. لا بس في ناس يا جماعة، يعني أنا عاوزة أفكركم بحاجة صغيرة قوي. عاوزة أفكركم، فاكرين أيام ما طلعت هوكت الأرض والعزبة اللي هناك دي مش بتاعتهم؟ طلعت لنا بقى هي عاوزة تداري على القصة، راحت طلعنا بكذا موال. طلعت لنا بقصة أبو زياد وقصة المطاعم، بسجل في المطاعم وبسجل في مش عارفة في ايه. طلعت لنا اخواتها قالوا لها توهلنا القصة ملناش دعوة، فحبت تتوه القصة. بص يا نقة، زي ما وحلتينا في القصة دي وخليتي طوب الارض بيتكلم عليها، طلعينا منها. حاولت بقى تدخلنا في موال ابو زياد. انا موافقة، انا مش موافقة، انا بفكر، انا هاخد رأي ولادي، انا وانا ويوم زعلانة ويوم فرحانة ويوم كده ويوم كده. طبعا الراجل واحنا بنتكلم من ده على ده، ومصرية بتتكلم من ده على ده، والكل وجه مناشدات لابو زياد. يا ابو زياد فكر، يا ابو زياد فكر، يا ابو زياد، يا ابو زياد. اداها بالشبشب، زعلها وخلاها زي المجنونة عليه. ده ما كانش وقته، ده انا لسه هعمل بيك مليون قصة ومليون حكاية. ازاي ابو زياد يطلع؟ انت ما ترفضنيش، انت ما ترفضش يا عم ابو زياد، انا اللي اقول لا، انا اللي ارفض. الرفض ده طالع من عندي انا، ما يطلعش من عندك انت. انت ما تطلعش تقول انا عملت استخارة ولا ومش هقدر اكمل الجوازة. فطبعا دي حسيتيها انها هانة ليكي قوي، رغم ان انتي كنتي بتلعبي بيها. احنا عارفين ان انتي مش هتاخدي ابو زياد، لانك انتي طبعا وضع ابو زياد طبعا ابو زياد على راسنا من فوق، بس ابو زياد وضعه بولاده ما كانش يناسبك يا نقة. انتي مش هتعيدي قريتك ومش هتجيبي حد، وانتي قلتي، انا صرحت وقلت له الفيزا صعبة وقلت ان انت رايحه جايه على مصر كانت هتبقى صعبه. المهم مش عليه، مش قضيتنا ابو زياد. بس انا حبيت افكركم ان هي دي كالعاده بتاعتها، انا اخدك من هنا اوديكي هنا، اخدك من هنا اوديكي هنا. والله يعني الففك ومرمطك وتوهك عن القصه الحقيقيه. هي دي العاده يا جماعه بتاعت نقة. دي العاده يا ساده، والله دي العاده اللي احنا اتعودنا عليها من زمان. تعمل المصيبه وتتوهها في كذا حاجه تاني، تبقى جزء بيتكلم على الحاجه دي وجزء بيتكلم على الحاجه دي وجزء بيتكلم على الحاجه دي. فعايزين نقول لها لا، يعني قصة جانو مهما رحنا ومهما جينا الناحية دي او جينا الناحية دي هنفضل نعيد ونزيد ونلت فيها، لانك انتي لطتي حاجات كتير قوي معاكي. انتي اتكلمتي في حاجات كتيرة قوي، اهمها الدين يا جماعة. الدين يا جماعة اهمها الدين، انها تتبلى النار، ان الراجل
ده مسلم، ده مش عارفه ايه، ده ايه. بصوا، عايزه اقول لكم على حاجه، يعني العلم عند الله. في بعض ناس بيقولوا يا جماعه لا هو مسلم، هو اشهد الشهاده، بس في واحد ممكن يسلم كده يعني ارضاء لحد تاني. يعني دايما نقول لكم اللي بلاش تغصبوا ولادكم على لبس الحجاب. ليه ما تغصبوش ولادكم على لبس الحجاب؟ لان لبس الحجاب لازم يبقى على اقتناع. ما تجيش البنت تحطه شويه وبعد كده تقلعه تاني لانها مش مقتنعه، فما نغصبش ولادنا على لبس الحجاب. لكن هي غصبت الراجل ده او مش غصبته، هي تعالى ايه رايك تعالى نعمل تمثيليه ان انت مسلم. هي عاوزين نقول في الاول وفي الاخر ان هي كانت تمثيليه، بس التمثيليه يعني هي معاها قلبت بجد، مش عند الراجل اللي قلبت بجد. هي لا، الراجل ده مسلم، انا خليته اسلم، انا كده خليته اسلم، وطلعت على الناس الراجل خليته اسلم وعاشت الدور. كذبت الكذبه بمعنى اصح وصدقتها. دي كذبتي وصدقتها. ما هو في بعض ناس تكذب كده كذبه وتيجي تصدقها. هي المدام كذبت كذبتها وصدقتها. فطبعا لما الناس صدقتها مش معقوله دلوقتي تيجي تقول لهم معلش يا جماعه اصل انا كنت الوقت اللي فات كله بكذب عليكم وانتوا يعني يعني اعمل لكم ايه؟ انتوا اللي عاوزين كده بكيفكم وبمزاجكم. انتوا بكذب عليكم بكيفكم وبمزاجكم وانتوا عاجبكم كده. انما الراجل ذات نفسه لا. انا شفت لو مليون حد جه قال لي اي حاجه هقول له لا. انا شفت بنفسي والراجل الشيخ بيمضيه على جاي يمضيه ويمدله الورقه بتاعت ان هو مسلم. انا شفت جانو بينطق الشهاده. شفتيه يا امان؟ شفته هو بيقول اشهد كده، قاعد بقى ينقطنا بيه اشهد ان كده. مش بصوا مش بعرف انا الوي دراعي الوي لساني. لا، انتوا كلكم شفتوا الراجل ده كان بيشهد ازاي. فالراجل قلت انك تشهد الشهاده ده مش معناها ان انت من قلبك مسلم. ما في ناس بتنطق الشهاده وكل حاجه ومقتنعه بالاسلام وفعلا يعني عاوزه اقول لكم ايه، مش بتشهر اسلامها على الجميع، لا، كاتمه اسلامها جوه قلبها. يعني هي مسلمه وهم مش عاوزين مشاكل مع اهلهم، مش عاوزين مشاكل مع ناسهم، فهم مسلمين. لان هم يا جماعه عندهم ديانه تانية، ديانه تحترم على العين والراس. الديانه المسيحيه تحترم وعلى العين وعلى الراس ومعترف بيها كلنا. ما حدش يطلع يقول لي لا اصل المسيحيين لا، معلش يا جماعه ما تودوا. بصوا صوتي برضو راح تاني، ثواني بقى اظبط الدنيا واظبط لي صوتي وارجع لكم. معلش سامحوني، هما اليومين دول اللي بيبقى الجو فيهم مطرب ومعفر ببقى كده. يعني امبارح كنت طبعا في بس عند توته تقول لي اتكلمي. انا عايزه اقول لها انا مش قادره اتكلم. انا صوتي مش طالع، مش قادره اتكلم. بس كنت بسمعكم طبعا والحوار كان شيق جدا، وحوار السلطانه ايام طبعا كان شيق جدا. في البث طبعا بتاع توته امبارح كان جميل. عاوزه اقول لكم فالراجل لا، الراجل من نفسيته. يعني الراجل حدف الورقه اللي قالك لا، راح زيحها بايده كده، قالك لا دفنه مع ازاي يعني اتدفن مع المسلمين؟ لا انا ما لعبتش، انا لحد كده اللعبه، لا لعبتي دور انتهى. انا لا همضي ولا يحزنون، انا عندي مدفن ابويا وهتدفن مع ابويا. والكلام ده يا جماعه احنا قلناه لكم قبل كده. الراجل قال لك لا انا مدفن ابويا موجود، اللي يخليني اتدفن مع الراجل فاكر انها لعبه. الراجل فاكر ان كل القصه دي حدوته ولعبه، بنهزر مع الناس، بنعمل عليهم تمثيليه زي تمثيليه الندم، زي تمثيليه ليا كانت انا وحمايه طردت حمايه. ايوه الراجل كان فاكر كده. احنا بنطلع على الناس بنمثل. هو الراجل ده كان حابب يمثل. الراجل يا جماعه
يعني احنا شتمنا كتير قوي في الراجل ده. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، اليوتيوب اليومين دول بيرجع لنا الفيديوهات اللي هي بتاعت الراجل اللي هي القديمه. عارفين هي بتعمل ايه علشان الناس تتفرج على الفيديوهات دي وتقتنع ان الراجل مسلم؟ احنا عندنا اليوتيوب عمل لنا حاجه جديده. انت لما تيجي، او مش جديده يعني، حطينا يعني احنا ممكن كنا يدوي نعملها، بس هي دلوقتي بقى اليوتيوب بينزلها منه لنفسه، يعني يحط لك كام فيديو مقترحين، 4-5 فيديوهات مقترحين. هي المدام بتيجي تنزل الفيديو بتاعها، انا بنفسي بقى اللي بقترح لليوتيوب. فاهمين يا جماعه؟ انا اللي عاوزه الفيديوهات دي تنزل اقتراح الناس تشوفها، اروح مدوره على الفيديوهات بتاعت ميس جانو القديمه واحطها لليوتيوب. اليوتيوب بيبتدي يعرض لي الفيديوهات اللي هي كانت قديمه علشان ادخل جوه عقل الناس، وعلشان اقنع الناس اكتر ان الراجل ده مسلم. بس الفيديو ده انا بصراحه قعدت ادور عليه، انا مش عارفه، انا مش لاقياه في القناه. احتمال الفيديو دخل خاص او احتمال الفيديو اتمسح، لكن الفيديو اتحط في المقترحات. مش ممكن يتحط في المقترحات. كل فيديوهات ميسيو جانو اتحطت في المقترحات الا الفيديو ده. اللي يدور ويلاقي الفيديو ده يقول لي عليه، اللي هو كان الشيخ عنده في البيت وكان بيمضيه انه هيدفن، ان هو مسلم وهيدفن مع المسلمين. ولما قال لك لا، احنا عندنا المدفن بتاعنا، مدفن العيله بتاعنا، اهلي ابويا مدفون فيه واهلي مدفونين فيه، انا هدفن مع اهلي. طبعا اظن الناس اللي متابعه القصه كويس قوي هتبقى فاكره الفيديو ده. الفيديو ده انا لسه مش عارفه اعثر عليه، بس انا هدور عليه فعلا، واتمنى ان انا الاقيه، يعني لاني اليوتيوب قاعد يرملنا حاجات بتاكد ان الراجل ده كان حابب الاسلام قوي وكان مهتم قوي، وقول بسم الله وقول، وان الست كانت على طول قاعده عنده بقى، يعني انا قاعده بشربه الاسلام بمعلقه. بس لا، الراجل كان في الاساس هي تمثيليه. نيجي طبعا لقصه يعني الفيديو اللي كانت عاملاه دودو. في بعض ناس قالوا يا جماعه ده الخيالات دي كانت جايه من بره. طب انا عاوزه افكركم في فيديو صغنن قوي. الخيالات دي جايه من بره وهما داخلين وخارجين، مش قدامها، لا مش قدامها. فاكرين لما كانت المدام، الفيديو اللي المدام، اصل الفيديو ده برضو انا اتشنكلت فيه لما يعني بقلب في القناه وبقلب في القصه. فاكرين الفيديو لما قاست فستان، لما طلعت فستان، ما قاستش، قالت انا هقيسه، طلعت الفستان بتاع مراته وقعدت تقول لك ده حاجتها وده مش عارفه ايه وده ايه وده ايه وده ايه، وانا هقيسه، لو طلع حلو هاخده. الميسيو جانو مش هيقول لي حاجه. مين قالك ان الميسيو جانو ما كانش هيقول لك حاجه؟ يعني مين قالك؟ عاوزه اقول لكم ساعتها كانت كاتبه عنوان الفيديو انها طلبتوا مني، تقريبا العنوان كده، ان انا افرجكم بيت ميسيو جانو. فضلت تلف في البيت كبير، البيت فعلا كبير جدا، لفت في البيت وطلعت من الباب اللي ورا. لما طلعت من الباب اللي ورا طلعت على الجنينة. الباب ده كان من قرب الأوضة اللي فيها جانو، يعني إذا في باب من جوه بيطلع على الجنينة. صح يا جماعة؟ في باب بيطلع على الجنينة دايركت من جوه من الناحية التانية. وده متهيألي الباب قبل كده اللي كانت مصرية بتقول ان ده الباب اللي بيخرج منه، لان الباب ده اللي قريب من الجراج، الباب ده اللي بيخرج منه الأستاذ مصطفى، بيخرج داخل خارج الأستاذ مصطفى من الباب ده. فهم برضو اللي كانوا موجودين جوه ايا كانوا، ياسمين، فيروز، مامادو، الممرض التونسي، اللي اي حد تاني،
ما نعرفش، لان كانت دودو بتقول ان في واحد رابع تقريبا صاحب ماما دو، بس هو رفيع، هو مش استاذ مصطفى. ممكن يكون ده فعلا الممرض التونسي اللي اخطأ، الله اعلم. اللي هو هي بتقولك اللي اخر واحد هو شافه، ممكن يكون هو ده، وفي حاجات جايين يشيلوها يداروها يخبوها، حاجات ممكن تدينهم. ليه؟ لان في شبهة، في شبهة. لو ما كانش في شبهة كان الراجل كان زمانه مرتاح في قبره، صح يا جماعة ولا لا؟ يعني كانت فعلا الراجل زمانه دلوقتي مرتاح في قبره. وعاوزة اقول لكم على حاجة، لو الحكاية كلها تمام التمام معاه والقصة كلها ماشية كله بخير، مفيش اي مشاكل عند المدام، وقصة الرعب اللي على وشها ده، لان كل الناس بتسأل وهي لسه ما تعرفش هي هتعمل ايه في الورطة. اراكي في ورطة، انت في ورطة. ادفن الراجل ده ازاي؟ ممكن مش بالسهولة يا جماعة، لاني انا مش قادرة اقتنع ومش قادرة اصدق ان في بني ادمين متشال قلوبهم ومحطوط مكانها حجر. مش قادرة اصدق ان ولاده رفضوا ان هم يدفنوه. مش لا، القصة دي مش قادرة ابدا تدخل دماغي. الراجل كان جاحد على ولاده، الراجل كان وحش مع ولاده، الراجل كان قاسي مع ولاده، الراجل طرد ولاده ومشى ولاده، بس ساعة الموت عاوزة اقول لكم لا، القلوب كلها بترق. يعني لما تكوني زعلانة من حد، والقصة دي انا قعدت فكرت فيها 1,000,000%، زعلانة من حد جدا جدا ومقطعين بعض، ووقت ما يكون في حالة وفاة من الطرف، من اي عند طرف من الطرفين، لا، القلوب بتتجمع والقلوب بتتلم، الا بقى القلوب القذرة. وانا بصراحة ربنا ما اظنش ان ممكن الناس دي تبقى قلبهم بالمنظر ده ومليس وسواد على ابوهم. يعني ابسطها قوي، حتى لو الولاد قلبهم قاسي ممكن الاحفاد يكونوا يرقوا عليه. انا اعرف ان بيقولوا احفاده كبار، ناس كبيره هيرق قلبهم، هيرق عليه. لو مثلا هنقول الاحفاد مثلا بنته ممكن ترق عليه. مصاريف الدفنه على فكره، يعني انا برضو عرفت معلومه ان مصاريف الدفنه في جهات بتتكفلها. يعني في ناس بتتكفل بمصاريف الدفنه، طالما زي مثلا تأمين صحي. احنا عندنا هنا يا جماعه مثلا لما بيكون واحد كان موظف، لان اكيد ميسيو جانو عشان بيطلع له معاش، فهو معاش وظيفته. زي ما احنا عندنا المعاش يا جماعه، مش هقول عندكم، عندنا معاش لما بيجي الواحد بيموت بيطلع له يعني احنا عندنا بيسميها الخارجه بتاعته، الدفنه بمعنى اصح بتاعته، دي بتطلع له. صحيح بيبقى مبلغ رمزي، مش رمزي قوي، ممكن يكفي الدفنه، فممكن هما برضو يكونوا المبلغ يكفي الدفنه. لكن المدام لازم اطلع اتاجر، ولازم اطلع اقول انا قلت لازم اظهر الموقف البطولي بتاعي، لازم اظهر ان انا بطلة، انا اللي هشيله وانا اللي هكفنه وانا اللي هعمل له جامع وانا اللي هعمل له. خدتنا في سكك وخدتنا في حوارات مش وقتها. الكلام ده بعد ما تدفني الراجل وتطمني عليه. كل الحوارات اللي انت طلعتي بيها دي يا مدام كان فيديو طلعتي بيهم، استعجلتي فيهم قوي، كانوا فيديوهات بدري قوي. بس هتعملي ايه؟ مش معقولة انها تعمل فيديوهات تطلع كل يوم تعيط وتنح علينا. فهي قالت لا، انا اغير المود شوية، انا اخد مج القهوة بتاعي واقعد معاهم، اقعد اتساير واشتم في ده شوية، في عبير طبعا مش في ده ولا في ده، في عبير شوية، واشتم في رضا شوية، ولقح عليهم شوية، واجيب وجرجر رجليهم لحكايات. لا يعني نفسي انهم ينسوا قصة الدفنة دي بقى، ما توجعوش دماغي، ما الراجل هيدفن بقى، يعني غورناه في داهية خلاص، انتوا هتقعدوا بقى تشتغلوا لي. ما غورناه في داهية، مش انا اللي بقول غورناه في داهية، والله هو عند رب كريم، ربنا يعني رحيم بيه اكتر مننا، لان الراجل ده اتبهدل لما قال يا كفا. الراجل ده
فعلا اتبهدل، والله صعبان عليا، بس فعلا يعني عاوزه اقول لكم ايه هو السبب. انت السبب. يعني لما دخل البوليس يساله، وطبعا احنا عرفنا مين اللي كانت فيه، اللي هي الاخت اللي بعتت له البوليس. فيعني اللي عرفناه ان كنت المفروض، كان لسه الراجل عايش، كان المفروض لو الراجل فعلا بيتعذب، هي ماسكه عليك ايه؟ السؤال اللي بيلح عليا ومجنني هي يا ميسي وجانو، كان انت عند رب خلاص، انت بتشكي رب العالمين دلوقتي، انت بتحكي لرب العالمين دلوقتي اللي هو فاهم لغتك وفاهم كل حاجه وفاهم انت تقصد ايه كلها. احنا ما كناش مرات بنفهم عليك، كنت مرات بتقعد تبعبع في كلام ما كناش بنفهم عليك. هي انت بتبعبع وهي بتبعبع، والحقيقه يا جدعان ترجموا لنا، ما احنا برضو الفرنساوي يعني بعفيتين ثلاثه، ما ترجموا لنا. كان برضو حد يترجم، لا ده الترجمه غلط، الترجمه يا جدعان الترجمه غلط، ده مش عارفه ايه كانت الوليه. وطبعا انتوا عارفين ان الفرنساوي بتاع المدام فرنساوي كلابي، كلابي، يعني ناس فعلا متخصصه في الفرنساوي. لا الفرنساوي بتاعها مدغدغ، دايسه قطر، فكلمه من هنا كلمه من هنا. انا بمشي اموري ومع الممارسه مع الكلام مع الراجل ده، لان كان في مرات يقول لها لا قولي كذا، كانت بتقعد تصحح الكلمات قدامنا. كان بيحصل ولا لا؟ كان بيحصل. فالراجل كان بموافقته، لا كنت تقول بتعذب، ما تقولش مش موافقها لاخر لحظه حتى وانت بتتألم، لا يبقى تغور. يبقى انا عندي حق لما اقول، يبقى انت تغور فيه، يبقى انت تستاهل اللي حصل فيك، رغم ان صعب علينا بس تستاهل اللي حصل فيك جدا. انت تستاهل، لانك انت كنت ممكن توقف القصه دي وكنت تجيب ولادك اللي من لحمك ومن دمك هم اللي يقعدوا جنبك، هم اللي يخافوا عليك، لكن مش جايب الاغراب اللي قعدوا يعملوا خطط ومؤامرات، اللي انا واثقه ومتاكده ان في خطط ومؤامرات. هي الخطط والمؤامرات والمؤامرات، المؤامرات اللي بتحصل اتعملت ضدك يا مسكين وانت مش داري. انت فاكر ان كل ده حب الناس اللي هي كانت بتقعد تشرحهولك وتقعد تقولك ده حب الناس، ده الناس بتحبك يا ميسي جان، ده الناس بتسأل عليك يا ميسي جان، خلت الراجل اتنفخ وافتكر نفسه انه فعلا نجم اليوتيوب. هو انتوا فكركم الراجل ده كان فاكر يعني ايه ميسي جان ونجم اليوتيوب؟ هو كان عارف ان دي اغنية هي عاملاها له هي والمتابعين، ده الناس بيحبوا الاغنية دي قوي يا ميسي جان. هي اول ما تبتدي تدندن بيها الراجل كان بيتبسط وبيتسلطن، حاجة بتملي وحدته. ما هي فصلته عن ولاده وفصلته عن الناس كلها وعملت مشاكل ما بين ولاده. ما في ناس لئيمه كده ما بين ولاده وما بين احفاده. منعتهم ان هم يروحوا له، منعتهم ان هم يدخلوا عنده علشان انا بقى استفرد بيه انا والاستاذ مصطفى بالجراج، وانا بالبيت عنده، ونفضل بقى متحكمين في كل كبيره وصغيره. وعايزه اقول لكم على حاجه، يعني برضو لما دودو طلعت قالت ده ياسمين موجوده وماما دو موجود، انا عايزه اقول لكم ان انا اصدق انهم موجود، لاني قبل كده برضو توته حبيبتنا قالت لنا في مره في فيديو من الفيديوهات ان انا شاكه 90% ان ياسمين بنتها كمان بتشتغل معاها عند ميسي وجانو، ان ياسمين شغلتها عند ميسي وجانو. ياسمين بتروح شويه وهي بتروح شويه، وفي حد تاني يكون بيشتغل معاهم، ممكن يكون الاستاذ مصطفى. احنا ايش عرفنا؟ هو احنا في مره هي متعوده تصور كل كبيره وصغيره، لما كانت بيروح له اللي هي الست اللي هي كانت مشيت وقالت ده عادته بالكورونا، كانت بتصورها وهي موجوده عنده. بعد كده صورت لنا حد وهو موجود عنده؟ لا، ما كانتش بتصور حد، كانت بتصور نفسها لما بتروح. ومره صورت ياسمين لما كانت ياسمين موجوده بالشنطه، صح ولا لا؟ يبقى اللي كان بيروح له ياسمين وماما واستاذ مصطفى وهي، يبقى هم دول الثلاثه اللي كانوا بيخدموا عنده.
هما دول التلاتة اللي كانوا بيخدموا عند الميسيو جانو. ما كانش غيرهم بيخدم عند الاستاذ عند ميسيو جانو. ممكن يكون معاهم مثلا حد رابع ممرض متمكن التونسي اللي هي كانت بتقول عليه، المسلم اللي هي بتقول اخر واحد ممكن يكون كان معاهم. يبقى انتوا متورطين انتوا الاربعة لرجليكوا في الوحل مع الراجل ده. يبقى هو ده اللي احنا شايفينه واحنا عارفينه. ويوم ما كان الخيالات هم دول الاربعة اللي كانوا موجودين. بس يعني هنخرج الاستاذ مصطفى لانها كانت بتقول ان هو كان تعبان. يبقى الثلاثة اللي كانوا موجودين جوه هو مامادو وياسمين والتونسي وفيروز. كانوا بقى بيعملوا ايه؟ العلم عند الله. بيخرجوا ايه من البيت؟ العلم عند الله. بس كله كان بيخرج من الباب اللي ورا. لما كان حد بيعدي جنب منها، لاني لما دودو صورت البصه المريبه اللي هي من جنب كده، اللي هي بتبص كده للجنب وعدتها دودو كذا مره، ده يدل ان حد كان بيعدي من جنبها بالراحه. فطبعا لا، في شبه جنائيه، في لسه التحقيقات قايمه، لسه الراجل يا عيني موجود في التلاجة، متجمد في التلاجة. يعني كانت لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. دلوقتي افتكرت حاجه لما كانت بتقول لك ميسيو جانو دايما يقول لي فاكرين المقوله دي؟ دايما يقول لي قفلي اصل ميسيو جانو جسمه بيبرد من اقل حاجه. يعني انا عايزه اقول لكم ان الميت فعلا بيقول لك الميت بيحس بكل حاجه، ولذلك لما بنيجي نغسل الميت يقول لك ما تخللوش الميه سخنه قوي وما تخللوش الميه ساقعه قوي، خلوا له الميه يعني جسمه يستحملها، لان الميت بيحس. بصوا ميسيو جانو بقت نهايته فين؟ يعني حتى البدايات فين؟ في تلاجة، قاعد في قلب التلاجة. بصوا بقى له قد ايه قاعد في عز السقعة، في عز يعني حاجة. يعني التلاجة دي انا اعرف ان برودة جامدة جدا فيها عشان يحتفظوا بالجثة لا تعفن ولا تنتفخ ولا تبقى زي ما هي. وكان بيخاف من السقعة وكان بيخاف. هو ده حسن الخاتمة؟ يعني عاوزة اقول لكم بالله عليكم، هي اللي قالت بنفسها ان ميسيو جانو كان بيخاف من السقعة، وكان دايما على طول الراجل لا اقفلي جاية هوا، لا جاية هوا، وعلى طول بتقولك بردان، وعلى طول وشه متلج، وعلى طول سقعان. هو ده حسن الخاتمة، ان تبقى نهايته قاعد في قلب التلاجة؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ما اقدرش اقول غير كده يا جماعه. عايزه اقول لكم ربنا ليه حكم في كده، ان راجل عارف وقابل باللي بيحصل فيه، وعارف انهم بيضحكوا وبيخدعوا الناس، ودي نهايته وده جزات ربنا ودي البدايات. يا اما الراجل يا اما الراجل ما كانش عارف اي حاجه وبيضحك معاها على الناس. عاوزه اقول لكم يا جماعه، يعني دايما الجزاء من جنس العمل. يعني ربنا بيجازينا على قد اعمالنا، ربنا بيجازينا على قد نيتنا وضميرنا. فممكن يكون ده جزء من اللي عمله الميسيو جانو، ودي البدايه عند ربنا. عاوزه اقول لكم اخواتي وحبايبي، يعلم ربنا اللي هيعملوا فيه ايه لو هو كان بيمثل وعارف، او كان مش راجل مش عارف. الله اعلم بقى. دي الحاجات دي هما السر عند المدام والعلم عند المدام في القصه دي طبعا من بعد ربنا، لان ربنا هو اللي عارف كل حاجه، وربنا عارف احنا نيتنا وضميرنا ايه، وربنا عارف نية وضمير المدام ايه. وطبعا عايزه اقول لكم على حاجه، قصص عبير وقصص الكلام على رضا وقصص الصورة السوداء اللي اتحطت على المنتدى والحاجات دي، المدام بتتوهنا، والله بتتوهنا، بتخلي مخنا عارفة تشغل بمعنى أصح اليوتيوب صح، عارفة تشغل دماغتنا كلنا صح، عارفة تخلينا كلنا شغالين في القصة دي. حتى الناس اللي كانوا بيتكلموا على قنوات تانية
لا اتفرغنا كلنا ليها. نجحت يا مدام في القصة دي، بس عايزة اقولك العبرة بالنهاية، حتى لو النهاية ما شفتهاش الايام الجاية، بس اؤكد لك النهاية عند رب العباد هتكون اسوأ بكتير جدا جدا جدا. النهاية هتبقى صعبة جدا بجد. بينك وبين نفسك هتندمي على كل حاجة. راجعي نفسك وراجعي امورك، وبلاش الكبر، وبلاش تغرك الحياة الدنيا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الدنيا غرورة، الدنيا بتغرنا مالها والموت على المليم. لا، ممكن واحد يبقى ميت على الدنيا وعلى الفلوس وعلى المليم، وبيجيله فلوس وبياكل حلو وبيشرب حلو وبيلبس حلو ومتمتع بالفلوس، بس من جواه حاسس ان في حاجة ناقصاه صغيرة قوي. هي من وجهة نظر وهي صغيرة ملاش قيمة ممكن يعملها بفلوسه، هي السعادة والرضا. ممكن يبقى واحد بياكل لقمة ناشفة معفنة جايبها من الزبالة، بس عنده من جواه عنده رضا النفس، نفسه راضية، نفسه مطمئنة، بيحط دماغه على المخدة يا مدام بينام. عاوزة اقولك فكري زي ما قعدنا قلنا لك كذا مرة، فكري ما بتفكريش. بيطلع برضو بالراجل عليكي بالكلام، بيطلع عليكي مش عارفه ايه بالكلام. انت اللي بتجيبيه لنفسك، والله ما حد بيجيبهولك. قعدنا نقول لك بلاش 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 تتمادي، بلاش تشتمي في ولاد، بلاش تديهم صور لولاد رضا ويطلعوا بيها ويحطوها كده محطوطه على مواقع لا يرضي عبد ولا يرضي رب. ماشيه وقاعده يعني تقويم الناس على الناس. خليتي اليوتيوب كله ولعه، كله حريقه، كل واحد، وفي الاخر كله مولع مع كله، وبننصب كله في سيرتك. قاعدين نكبر فيكي، بس بنكبر فيكي مش هتوصلي برضو عايزه اقولك للمليون بالحاجات دي. يعني لاني هم نفس الناس، مفيش جديد. بالعكس انا شايفه ان في ناس اتسحبت من عندك، ناس بقى ملت وناس زهقت وناس ده انت قناتك تقرف. هما بيقولوا كده، مش انا اللي بقول كده. هما ده انت مشاكل الدنيا عندك يا شيخه، ده انت بلاوي الدنيا عندك يا شيخه. الناس عاوزه تخش تروق دماغها يا جماعه، والله العظيم الناس عاوزه اخش في يوم كده، ابتدي يوم الاقي اليوتيوب القناه دي بتحتفل بحاجه، القناه دي عندها مناسبه، القناه دي عامله ناس كتير قوي بتهاجم حمدي ووفاء على وعيلتهم وعيله حوارات وعيله الحاج جابر كلها، ولا على بالهم. افراح بيحتفلوا، مناسبات بيحتفلوا، ده بيحتفل، مفيش، مش على دماغهم البؤ، ما بيركبوش متابعينهم البؤ مهما كان عندهم من اخطاء ومن حاجات، ما بيركبوش المتابعين البؤس والقرف اللي احنا بنشوفه في اليوتيوب. اليوتيوبر فاكر ان هو لما يطلع بدور البؤس والحزن ويركب الناس الحزن والهم ان هو كده هيطلع ترند، وان كده الناس هتتعاطف معاه. وان تعاطف ايه وبلا ازرق ايه؟ انتوا يعني مفهوم غلط جدا. دخلوا على الناس علشان الناس اللي فعلا قنواتهم بسم الله ما شاء الله طالعه صاروخ، الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم. القنوات طالعه صاروخ، والمشاهدات عندهم طبعا انتوا شايفينها كل، لان ما بتركبهمش الحزن وما بنضغطش عليهم اكتر من اللازم. عاوزه اقول لكم يا جماعه، لا يعني الست دي لا معلش يا مدام، مش هتعرفي برضو الفترة دي. لو انت فاكرة ان الفترة دي بكل اللي انت بتعمليه دفنة الميسيو، انك تخشي الواحد تكتبي له اللي هي اللي قالت واحد مغربي دخلت كتبت له علشان يحضر الدفنة ويجيب ويصور اللي كان بيتكلم عليه الاستاذ بارون، طبعا ليه كل الاحترام. انك انت اللي ماشيه قاعده بتدلي وقاعده فين الحزن بقى، وانت قاعده مخك شغاله اروح اكتب عند فلان واخش. لا، الوقت الحزن بيبقى مخ الواحد متوقف تماما زي المخ الميت. والله العظيم بيبقى المخ كانه مخ ميت، مش قادره تفكري في اي حاجه، مخ مشلول.
مش قادره تفكري في اي حاجه، مش قادره لاي حاجه. انت ازاي مخك جايبك انك تخشي البث هنا 4-5 ساعات، وانك تخشي عند دوت تكتبي له احضر الدفنه وتكتبي لده وتكتبي لده وتناقشي ده وتتفرجي على ده وتقولي والله انا ما بتفرج، دي فلانه اللي بتتفرج. والله انت اللي بتتفرجي، والله انت اللي متابعه الدنيا كلها ولا على بالك. بس انت كل اللي انا اقدر اقوله لك، انت بتحلفي انك ما بتخرجيش من البيت، انت ممكن تكون اقامتك متحدده يا مدام، بس مش اكتر. يعني انا ما اعرفش المعلومه دي صح، ان ممكن يحددوا اقامتها في البيت، انهم بحيث لكل ما لما يعوزوها يروحوا ياخدوها في اي وقت، ان ممكن دي لكن احنا عندنا لا، لما بيكون في الحاله دي بيجرجروه من قفاه في حبس تبع الحكومه، هم اللي حاطه ايديها عليه. لكن عندكم في فرنسا معرفش ايه النظام. عاوزه اقول لكم اخواتي وحبايبي بكده انا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. عاوزه اقول لكم بحبكم كتير، ويعني وما تنسوش اللايكات والكومنتات، الدنيا واقعه اليومين دول جامد جدا. عاوزه اقول لكم يعني مستنيه طبعا كومنتاتكم، مستنيه لايكاتكم. بحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا حبايبي.